باشمهندس عدلي، قرار اتضرب باللوائح عرض الارض في تواطؤ على النادي الاهلي. شفت القرار النهارده اللي صدر من اتحاد كره القدم الفاشل من وجهه نظري على بيخص موضوع احمد الشيخ. انا هتكلم يعني بدون يعني ما اقول رايي في شخوص وفي افراد وكده. هكلمك ان هذا القرار انا بس سامع صدى صوت يا كابتن شادي في التليفون. اتفضل. يقدروا يطلبوني تاني؟ طيب ممكن يا جماعه نقفل ونرجع للباشمهندس تاني عشان هقول لك كلام يعني مهم. حاضر اتفضل يا باشمهندس. حاولوا يا جماعه نقفل ونظبط الصوت شويه. اللي انا بقى عايز اقوله لحضراتكم قرار عرضت هنا امبارح، وقبل ما اتكلم عن مصر هتكلم عن بره. مش احنا دايما لما بنحب نتكلم عن لوائح ونتكلم عن نظام ونتكلم عن اعداد بشكل كبير، نتكلم على بره. برشلونه بجلاله قدره اقوى نادي في العالم اتوقف عن القيد عشان اتكلم مع لاعب لسه على ذمه ناديه، توقف عن القيد. يبقى من ضمن القرارات اللي حضراتكم لازم تاخدوها وتتكلموا فيها، او ما تيجي تاخد قرار عشان انت حضرتك متواطئ وخايف وايدك مرتعشه، فالطبيعي النهارده لما تيجي تاخد قرار اللي انت شايف اللعيب اخطا، وانا هتكلم في تفاصيل مهمه جدا النهارده، لا يبقى كمان لا يصح الا الصحيح. لكن خلينا نروح تاني المهندس عادل كاي، ارجع لنا تاني. اتفضل يا باشمهندس. كابتن هادي، اولا يعني لازم نصف ان قرار الصادر اليوم وللاسف الشديد الذي تعجل اتحاد الكره واعتمد توصيه لجنه شؤون اللاعبين لقرار هو يعني يجافي ابسط مبادئ العداله وابسط نصوص واوضح نصوص اللوائح الخاصه بتنظيم مثل هذه المشكلات في اتحاد الكره، وهي في رايي كارثه قانونيه اخلاقيه. ازاي يا باشمهندس؟ لان ببساطه شديده جدا لما يبقى في جهات اصحاب الشأن نادي المقاصة والنادي الاهلي طالبين حاجات اجراءات قانونيه وتهدر كل الاوراق المقدمه لا يلتفت اليها ويكتفى بتلخيص الامر، هو مضى الناديين ولا ما مضاش في محاوله شديده الفجاجه للالتفاف على القانون. تمام. وانا بقول للمستشار القانوني لاتحاد كره القدم، وقد كان مستشارا قانونيا لنادي الزمالك طول عمره، وهو بقاله مده في اتحاد كره القدم، وهو الذي برضه بحث مشكله جده عند حدوثها وحكم بحكم غريب جدا ب 12 مليون جنيه غرامه على جده، لتنتهي الامور بعد كده ان جده يطعن بالتزوير امام النيابه ويطعن وما زالت القضيه على فكره لم تغلق في النيابه، ويتضح ان كل اوراق جده ما كانتش سليمه. متذكر وحازم امام كان موجود في النيابه وشاهد أنا بقول لك ان نفس المستشار القانوني الذي ورط اتحاد الكره قبل كده في بفتوى مماثله. عايزين الاول نعرف الموضوع عشان نبسطه للناس. نادي الزمالك تقدم في بعقد بتاريخ 31/7 لاتحاد كرة القدم، بيقول ان الشيخ موقع له، وقدم عقد تاني انه عامل عقد ثلاثي مع المقاصة واللاعب، بيقول انهم اتفقوا ان لو نادي الزمالك يدفع مبلغ كذا في موعد غايته 1/8 تمام يبقى اللاعب من حق تمام نادي الزمالك. طيب نادي الزمالك ما دفعش 1/8، اذا العقد ده خلاص حطه على جنب كأن لم يكن. طيب اتحاد الكوره جه، خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا، وقال لن يلتفت الى العقود القديمه لان في نماذج جديده يوم 28/6 عملها اتحاد الكوره. تمام. طيب ايه اللي خلى اتحاد الكوره فجاه قال طب هندي فرصه ثانيه حرصا على اموال الانديه انها لحد 31/7 تقدم العقود القديمه ان وجدت. ففي يوم 31/7 تقدم نادي الزمالك بالعقد بتاع الشيء. اذا انت دلوقتي بس تقدم عليه على نماذج عقد قديمه. طب ما هو انت لو كنت مضيت اللاعب يوم 31/7 ما مضيتهوش ليه على العقود الجديده؟
تمام. ايه اللي تخليك تقبل عقود قديمه بتاريخ 31/7 في ظل وجود عقود جديده؟ يعني كان ينبغي لاتحاد الكره ان يلتفت الى هذا العرض. ما علينا، قد تكون هناك اوراق اخرى داعمه. انا بكلمك على الظاهر من المعلومات اللي موجوده. خلي بالك بقى، 28/6 في عقود جديده ظهرت. قبل اتحاد الكره عقدا من العقود القديمه بتاريخ 31/7. بتاريخ 1/8 اتقدم عقد لم يفعل لعدم سداد الشرط المالي فيه، فاصبح كأن لم يكن. يوم 4/8 نادي المقاصة تقدم بالقائمه بتاعته فيها الشيخ احمد، ولعب معاهم ماتش بتروجيت، ولعب في نفس اليوم. يعني اتحاد الكره عنده من يوم 1/8 ليوم 4/8 شكوى من نادي الزمالك لم يبحثها ولم ويفند المستندات اللي قدامه، بل العكس، اعتمد اللاعب في قائمه نادي المقاصة. اذا اعترف بان اللاعب من حق نادي المقاصة وان مظاهر من عقود كأن لم تكن. تمام. النهارده اتحاد الكوره اول ما اللاعب راح النادي الاهلي راح محرك القضيه. اذا هل المقصود به النادي الاهلي؟ اكيد طبعا. ولذلك تخلى اتحاد الكوره عن بحث كل الدوافع القانونيه والمستندات الموجوده امامه ليتخذ مثل هذا القرار اللي زي ما انا شايفه كده باذن الله سيتم الغائه. نبص بقى لموقف النادي الاهلي. موقف النادي الاهلي وكأن مجلس اداره النادي الاهلي يقول قد طفح الكي. ما بقيناش قادرين نتعامل بدبلوماسيه اكتر من كده مع الامور، وهذا حقيقي ومحدش مستني منهم دبلوماسيه اكتر من هذا. الموقف اللي خده اتحاد الكره النادي الاهلي اليوم سيجد التأييد من كل الناس، وانا ادعو كل رموز النادي الاهلي لمساندة مجلس الاداره الحالي في هذه القضيه، لانها قضيه تمس النادي الاهلي وهيبه النادي الاهلي وحقوق النادي الاهلي وحقه المشروع في الدفاع عن ثوابته وحقوقه السليمه. فكلنا بنقول للمجلس ده مهما كانت درجه اختلاف او اتفاق مع هذا المجلس، نحن نؤيد اي اجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق النادي الاهلي يتخذها المجلس. دي على جنب. باشمهندس عدلي، انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا للساده المشاهدين. حضرتك شاهد على العصر، قبل كده كان في موقف او قرارين مماثلين قبل كده، برضو عرفنا يا باشمهندس ايه اللي حصل. لا، اتحاد الكوره بص، طول عمر اتحاد الكوره ينظر الى الاهلي وكانه قوه، عايز يقول انا ما بيهمنيش من الاهلي. خلاص؟ تمام. بيتحرك. يعني اتحاد الكرة الذي سجل في يوم ما لاعبا بدون عقد لنادي الزمالك وهو هاني سعيد، ما كانش معاه الزمالك معهوش عقد، واتحاد الكرة سجل بالاستغناء فقط لما حصلت المشكلة. هو نفس الاتحاد الذي لم يحترم قرار المحكمة الدولية ولا حكم الاتحاد الدولي في قضية حسني عبد الرب ولم ينفذه. تمام. يعني شوف، هنا في قرار اتحاد دولي ومحكمة دولية لم ينفذ، وهو عنده لاعب بيقيد بدون مستندات القيد، لأن هذه مشيئة الاتحاد. اليوم يتكرر الأمر، ضرب الحائط بكل اللوائح وتفصل حسب أطراف المشكلة، وهذه هي مأساة. ما فيش يعني اللي بيقول لك لازم نحط لوائح في لوائح. وأنا السنة اللي فاتت يا كابتن شادي عند حدوث أزمة مؤمن زكريا وباسم والناس دي السنة اللي فاتت وأمروا، قلت للعزيز أحمد مجاد عبر وسائل الإعلام، قلت له عندك حل، لا تعاقب ولا توقف ولا تعمل حاجة يا سيدي، طلع عقود جديدة في توقيت معين وارفض أي عقود أخرى تظهر لك بخلافها. وده كان حل محترم، وهو ما كان اتحاد الكرة سوف يشرع فيه، ولكنه تراجع عن تنفيذ الصح والصحيح والحق، فوقعنا كلنا في المشكلة اللي احنا فيها النهاردة. مين سعيد النهاردة بهذا التوتر وهذا الموقف الذي لا نتمناه ابدا لكرة القدم ولا الرياضة ولا الأندية ولا اي حاجة. وانا بهيب بكل الأندية، كل الأندية ما تبصش للموضوع انه صراع ناديين، تبص الموضوع ان ده ممكن اي نادي فيهم هيبقى في هذا الموقف.
عندما يكون لك مستند وانت بتطعن فيه، ابسط حقوقك القانونيه الا يصدر حكم الا بعد التمحيص والتدقيق في المستند وفي الشكوى. طب اللي طاعن اما يطلع نادي المقاصه ويروح في الاسم يعمل محضر ويطلع انه العقد اللي بتاع اللاعب مع الزمالك ده سابق ل 31/7 بمده طويله، بدليل انه اوقف اللاعب واداله جزء وعمل محضر وانه معمول على عقود قديمه، ولا يلتفت الى هذا ويطعن بالتزوير في التاريخ. طب يا اخي ابسط حاجه حول الموضوع، واذا الناس قالت لا مفيش تزوير يبقى انت بتاخد قرار وظهرك مسنود لحيطه قويه. لكن هذا التعجل في اتخاذ القرار لم يقابله تعجل لما لعب احمد الشيخ مع نادي المقاصه، لان كان في شكوى من الزمالك يوم 31/7 ابتدى يتحرك زي ما حضرتك قلت. بعد لما احمد الشيخ النادي الاهلي ابتدى بقى يتحرك، ابتدى خلاص بقى الورق يبقى مكشوف. باستمرار تتفصل كده، دي ليس لصالح لا المناخ الرياضي المصري ولا لهيبه الرياضه المصريه. واناشد كل المسؤولين في الموضوع ده ما يوقفوش وما يبقاش كل التركيز هو اللاعب. انا عايز اسال سؤال، اتفضل. هو اللاعب لما بيمضي الناديين طرف واحد الغلطان اللي هو اللاعب؟ كل التركيز على عقاب اللاعب؟ ده اللائحه بتقول لك لو فوتت لاعب دون علم ناديه في توقيت غير توقيت كمان فترات الانتقاد، النادي اللي بيعمل كده بيعاقب. برشلونه حصل معاه كده. وانا انا اروح الم توقيعات 20 لاعب وغربل على مهلي، اخد اللي اخده والباقي يا اما اجامل بيه انديه ثانيه يا اما اتقدم بشكوى. طب ما هو يبقى اسهل حاجه في الدنيا انك تمضي الناس طول النهار. عندك حق، والكل طبعا اكيد عايز يلعب للقطبين الكبار. لا انظر الى قضيه اهلي وزمالك، انا انظر الى قضيه لو ان اتحاد الكره جاد في علاج المشكله، العلاج سهل وكان يستطيع ان يحلها. مهندس عادل القيعي انا بشكر. استناني يا كابتن شادي. كابتن شادي لحظه. اتفضل. تبقى كلمه اوجهها الى جمهور النادي الاهلي العظيم واناشده الا يتصرف اي تصرف من شانه ان يهدر حق الاهلي، وان يلتزم ضبط النفس، وان الامر الان مجلسه واخد قرار قوي وسيلجا الى الوسائل القانونيه، فليدع هذا المسار يوصل لنهايته. وعايزين الانضباط الكامل والمسانده الادبيه والمعنويه. ابسط شكل من اشكال المسانده الانضباط. اوعى حد يزقك تعمل حاجه غلط، هتضيع حق النادي الاهلي ساعتها، وهتبقى القضيه تتحول لموضوع تاني خالص. انا بأيد كلام حضرتك 100%، ده كلام محترم 100% يا مهندس عادل. ارجو الجميع الا ينظر الامر الا من منظور مناصره الحق وبالطرق المشروعه، ونتمنى كل الهدوء ان شاء الله والالتزام والانتظام لمسابقتنا. مهندس عادل القيعي المحترم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. كمان معانا على الهاتف محامي احمد الشيخ الاستاذ هشام عبد ربه، برحب بحضرتك يا فندم.